شباب اولى ثانوي ركزوا معايا. احنا النهارده هنتكلم في فكره الورك، والورك ده هيطلعنا على حاجه اسمها بوتنشال انرجي، وبعد كده هيظهر معانا كمان كاينيتيك انرجي، وهنكتشف في اخر الشغل ان كلهم نفس المعنى. يعني الورك هو نفس معنى كلمه البوتنشال، هو نفس معنى كلمه الكاينيتيك مع اختلاف الحاله لكل واحده منهم. يعني ايه الكلام ده؟ ركزوا معايا بقى خطوه خطوه. وفي الاخر خالص برضو هيبقى في نقطه مهمه، احنا بنحاول نعمل سمري لليله بتاعتنا كلها في اليونت ده عشان ما تبقوش تايهين. يعني من الاخر الورك هو المعنى الام المفهوم كلمه انرجي عموما، فهنطلع منه قانون البوتنشن وهنطلع منه قانون الكاينيتيك، وهنضيف الاثنين على بعض كمان هيدوني حاجه اسمها ميكانيكال انرجي. يبقى ركزوا كده معايا عشان احنا الفيديو بتاعنا ده هيفهمك اصلا اليونت 4 ده هي عايزه منك ايه بالظبط. فنركز كده مع بعض. بدايه نفهم يعني ايه كلمه ورك. كلمه ورك ان انا اقدر اعمل حاجه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك مثلا سي عندك اوبجكت كده، والاوبجكت ده انت قررت ان انت تربطه مثلا بفورس معينه او بحبل معين وتبدا تشد الراجل ده، وانت بتشد الاوبجكت ده هيبدا هو يتحرك من النقطه لنقطه، يعني هيبدا هو ياخد ديسبيسمنت بالشكل ده. لو ركزنا المفروض السمشن بتاع الفورس مع الافكت بتاعها بالشكل ده هيديني نتيجه الورك اللي انا عملته. يبقى ببساطه لو جمعت الكلام اللي انا بقوله هلاقي ان الورك بتاعتي هي بتعتمد على مفهوم الفورس اللي انت اثرت بيها ملتبلاي مين الديسبيسمنت اللي الراجل اتحركها. بس لا مش بس، ركزوا بقى معايا في نقطه مهمه جدا. فاحنا لسه الرسمه اللي احنا رسمينها قدامنا كده بالظبط هنلاقي ان في انجل هنا سيتا ما بين الفورس وما بين الديسبيسمنت. طب ما هي الانجل دي معناها ان في اختلاف دايركشن، يعني معنى كده ان الفيكتور بالنسبه لي الفورس ده، نفتكر كده مع بعض الجزئيه دي. الفورس بالنسبه لي هنا ايوه المفروض ان هي ليها جزء على الاكس اكسس هو ده اللي عمل الديسبيسمنت، وهيجي عن طريق الساين ولا الكوزاين. ايوه ممتاز، الناس اللي مركزه الكوزاين. يبقى الجزء اللي بيأثر هنا هيبقى الفورس كوزاين مين؟ السيتا. يبقى كده انا عندي الفورس وعندي الديسبيسمنت اوكي، بس هيزيد معايا كوزاين مين؟ السيتا. ما بين مين ومين؟ ما بين تاثير الفورس وتاثير الديسبيسمنت او نتيجه الديسبيسمنت اللي ظاهره عندي. يبقى ببساطه لو ركزنا هنلاقي ان الورك بتاعتي عباره عن فورس دوت الديسبيسمنت دوت كوزاين مين؟ السيتا. بذكاء بقى شويه في اللي احنا بنقوله ده هنكتشف نقطه مهمه جدا. ايه هي النقطه؟ ان انا لو ركزت الانجل اللي موجوده عندي دي ممكن تغير لي قيمه الايه؟ الورك تماما. يعني ايه الكلام ده؟ ببساطه ركزوا معايا، طول ما الانجل معايا دي موجوده، يعني طول ما السيتا بدايه من الزيرو وانا رايح لقبل ال 90 هلاقي الايفكت بتاع الكوزاين طول الوقت بوزيتيف. يعني معنى كده ان الورك في حاله زي كده هيكون طول الوقت بوزيتيف، يبقى كده كوزاين السيتا في الحاله دي هتكون بوزيتيف. يعني معنى كده ان الورك في الحاله دي هو كمان هيكون ايه؟ بوزيتيف فاليو. طب هو ده هيفرق معانا؟ هيفرق. ركزوا معايا عشان نفهم معنى كل حاجه دلوقتي. معنى كده ان انا تاثير الفورس والديسبيسمنت الاثنين مع بعض، يعني معنى كده ان الفورس شغاله في نفس الدايركشن بتاع الموشن. ايه ده؟ هي ممكن تكون العكس. ممكن تكون العكس. لو جينا بصينا مثلا السيتا بتاعتي من اول ال 90 لغايه ال 180 هنلاقي في حاله زي كده الكوزاين بتاعتي هتطلع ايه؟ نيجاتيف فاليو. طب طلوعها نيجاتيف فاليو ده معناه ايه؟ ببساطه لو ركزنا هنكتشف حاجه مهمه جدا، ان معناها ان الورك بتاعنا نيجاتيف. ايوه ده ايه الفيزيكال مينينج بتاع الحركه دي؟ المعنى في الموضوع ببساطه ان انا باثر بفورس عكس الموشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فورس بتقلل الانرجي بتاعت الاوبجكت. زي مثال بسيط، يعني انت بتستخدم مثلا البريك بتاعت العربيه، بتستخدم فرامل العربيه. فرامل العربيه المفروض انها بتاثر معاك تاثير ايوه نيجاتيف، يعني بتقلل الموشن. في حاله زي كده هلاقي نفسي موجود في الاطار ده، ان انا من اول السيتا بتاعتي 90 لغايه ال 180. طب احنا سايبين ال 90 ليه؟ لان ببساطه لما بتكون السيتا بتاعتي ب 90، ركزوا بقى معايا شويه، هنلاقي كوزاين ال 90 دي قلبت زيرو. ايه ده؟ يعني لما تكون الفورس بتاعتي perpendicular to direction of motion او perpendicular to displacement هلاقي ان الورك في حاله زي كده هيطلع زيرو. ايوه زي ايه موجود عندنا الحاله دي؟ احنا فهمنا ان انا ان ذا سيم، يعني بشد مثلا قوه محرك العربيه فبالتالي بتديني بوزيتيف انرجي، يعني بتخلي العربيه تزيد في الايه؟ في السرعه بتاعتها. هنا بستخدم فرامل العربيه فبتخلي الانرجي بالنيجاتيف، يعني بتقلل الكاينيتيك انرجي بتاعت الراجل ده. طب زيرو دي زي ايه؟ ببساطه كده ركزوا كده معايا ونبدا نترجم الكلام اللي احنا هنقوله واحده واحده. بصوا يا شباب، لو احنا مثلا بنتكلم على فورس احنا اخدناها قبل كده اسمها السيركلر موشن. ايوه اللي هي لو كنا نفتكرها كده مع بعض، الراجل ده المفروض ان في فورس بتشد الاوبجكت ناحيه السنتر. حلو. ولو الراجل ده بيلف معايا بالشكل ده، لو جيت عند النقطه دي وحبيت احدد الدايركشن اوف موشن هلاقيه تنجنت زي ما قلناها في الفيديوهات اللي فاتت. يعني لو بصينا كده ده الفورس ودي الدايركشن اوف موشن اللي هي الفيلوسيتي. طب ما كده ما بين الاثنين في انجل 90، يعني معنى كده ان اي نوع من انواع السنتريبيتال فورس الورك بتاعها هيكون ايكوال ايه؟ زيرو. زي مثال تاني مثلا عشان تبقوا مركزين معايا في النقطه اللي احنا بنقولها، لو انا عندي راجل بالشكل ده كده مثلا والراجل ده شايل شنطه، يعني في ايده شنطه بالشكل ده، الشنطه تاثير الفورس بتاعتها مين؟ اللي هي الويت. حلو. والراجل ده بيتحرك بالشكل ده، يعني شايل الشنطه وبادئ يمشي بالشكل ده. يبقى لو ركزنا هنلاقي الويت تاثيره فيرتيكالي والديسبيسمنت هوريزونتال. يبقى في حاله زي كده الويت بتاع الشنطه ما بيعملش ورك، يعني ما بيعملش معايا مجهود.
ازاي يعني يا مستر؟ ما ده بيأثر عليا اثناء ما انا شغال. ماشي، ده بيأثر عليك عشان انت اوريدي بتبذل جزء من طاقتك في المشي. الدليل على كلامي ان انت لو مسكت الشنطه بتاعتك دي وبدات تطلع بيها سلم، فعلا لما بتتحول الدايركشن اوف موشن بتاعك بدل ما هو كان بريبنديكولار وان هو يبدا يعمل انجل، يعني فرضا ان سيادتك عامل لي مثلا ده كده السلم بتاعنا وسيادتك بتبدا تطلع السلم ده، اثناء ما انت طالع السلم ده في حاله زي كده انت تاثير الشنطه بيعمل معاك مجهود اكتر. والدليل على كده ان انت لو محمل او شايل اوزان اكتر انت بيبقى المجهود بالنسبه لك في طلوع السلم اكتر، يعني الورك اللي انت بتعمله اكتر. يبقى بالنسبه لي لما بلاقي اي دايركشن اوف موشن عامل انجل 90 مع الفورس بتاعتي، يبقى في حاله زي كده مفيش ايه ورك. طيب سؤال مهم ونقرب الفكره شويه بتاعتنا للشغل اللي احنا عايزينه. مثلا لو فرضنا ان احنا عندنا راجل بالشكل ده، يعني هنقلب الشكل ده كده كاكزامبل. الراجل ده شايل هنا عندي شنطه، الشنطه دي عامله له ماس ولتكن مثلا 10 كيلو جرام. حلو. والمفروض ان هو مشي من النقطه دي للنقطه دي ديسبيسمنت ولتكن 10 متر. حلو الكلام. وابتدى يطلع السلم ده اللي طوله قد ايه برضه هو كمان 10 متر. ونركز كده مع بعض وهنلاقي ان الراجل ده عمل لي هنا انجل، او الانجل اللي موجوده هنا ما بين السلم ده والهوريزونتال والارض، وليكن مثلا يا عم هنقول وليكن ايه 30. وطالب منك من خلال رسمه زي كده ازاي تقدر تحسب لي الورك. نركز. انا قصدت ان انا اعمل لكم الرسمه كاكزامبل بارقام عشان تستوعبوا الفكره، فركزوا معايا. في الحاله الاولانيه طبعا هو الجي لازم ده كونستنت بيكون مديولك جيفن في اغلب المسائل 10 متر بير سكند باور 2. لو ركزنا كده مع بعض هنلاقي كالاتي. احنا عندنا الورك اللي موجود عندي هو عباره عن فورس في ديسبيسمنت المفروض في كوزين الثيتا. تعال نشوف هو الراجل مشي كام حاله. في الحاله الاولانيه يعني اثناء ما هو بيتحرك من نقطه مثلا هنا نسميها ايه للنقطه بي، لو ركزنا هنلاقي ان الفورس اللي بتاثر هي الويت بتاعت مين؟ ايوه الويت بتاعت الشنطه، يعني المفروض الماس والجرافيتي اكسلريشن. حلو. الديسبيسمنت اللي اخدها اللي هي كام؟ 10. حلو برضو. في كوزين مين؟ السيتا. حلو. فين السيتا؟ الراجل المفروض تاثير الشنطه بالشكل ده وتاثير الديسبيسمنت اللي الراجل ماشيها بالشكل ده. ايوه. يبقى لو جينا كده ركزنا، ايوه ممتاز، اللي قال الانجل ما بينهم 90، يبقى هنلاقي دي كوزين 90، يبقى يطلع كله في الاخر كام لو ركزنا مع بعض؟ انا كده كده كوزين 90 بزيرو فلغت كل ده، يبقى كده في الحاله دي الورك في الحاله الاولى بكام؟ بزيرو، ملوش اي تاثير معايا. تمام. نركز كده مع بعض. الكوزين بتاعتي هنا بزيرو فبالتالي كوزين 90 بزيرو فبالتالي كله اتلغى معايا بزيرو. طيب تعالوا نشوف الراجل ده لما يبدا يطلع السلم. نركز بقى كده مع بعض عشان النقطه دي محتاجه مننا تركيز شويه. الراجل طلع السلم مثلا ووصل للنقطه اللي هنا دي. حلو. يعني خد الديسبيسمنت كلها وهو في النقطه اللي هنا، مش ده تاثير الويت؟ ايوه الشنطه اوريدي تاثيرها فيرتيكالي. حلو. والديستنس اللي هو مشيها اللي هي طول السلم ده فعلا. طب حلو. ركزوا كده معايا ونحاول نشوف الانجل المفروض ان انا هشتغل عليها. اكبر غلطه في المسائل اللي من النوع ده ان سيادتك تروح واخد الانجل اللي هنا دي. الانجل دي ما بين اللاين وما بين الهوريزونتال، انا مش عايز كده. احنا اتفقنا ان السيتا مكانها فين؟ ممتاز. السيتا مكانها ما بين الفورس وما بين الديسبيسمنت. يبقى ببساطه كده لو ركزنا مع بعض يبقى دبليو عندنا هتبقى الفورس في الديسبيسمنت في كوزين السيتا. كده السيتا اللي انا محتاجها هي السيتا دي. طب وانا ممكن احسبها عادي جدا. هقفل الزبون ده كده رايت انجل تراينجل، ده هنا 30 والزبون ده 90 هنا ايوه ممتاز 60. يبقى هتطلع ببساطه هنا لو ركزنا هنلاقي ان انا عندي ادي الماس وادي الجي وهنا كمان الديسبيسمنت في كوزين مين المره دي؟ 30 ولا 60؟ ممتاز 60 صح لان الانجل اللي فوق مش اللي تحت. يبقى هنكمل في مسألتنا عادي. الماس اللي موجوده عندي بكام رقمها؟ 10 كيلو جرام، والجرافيتي اكسلريشن 10، والديسبيسمنت اللي هو اخدها طول السلم ب 10 برضه. كل ده في كوزين مين؟ 60. يبقى لما نحسب الكلام ده على الكالكليتور هيطلع معاكم 500 جول، ودي اليونت الاساسيه بتاعت مين؟ الورك. بمناسبه اليونت بقى عشان نبقى قفلنا الجزئيه بتاعت الورك كده باليونت بتاعته، في نقطه مهمه عايزكم ان انتوا تركزوا لي فيها شويه. اولا هي ايه الجول دي؟ الجول دي هي اليونت الاساسيه لحساب الورك اساسا وحساب اي نوع من انواع الانرجي. يعني معنى كده اللي انا هقوله دلوقتي بالنسبه للورك هينطبق على البوتنشن وهينطبق على الكاينيتيك كمان لما ندرسهم بتفاصيلهم. فركزوا بقى معايا شويه. ببساطه الورك ده عندي هو عباره عن فورس وديستانس. الورك احنا اتفقنا اليونت بتاعته جول. واحد هيقول لي طب ما الفورس ممكن افكها لنيوتن. اوكي دوت المتر. ممتاز. طب نركز كده مع بعض. انا ممكن افك النيوتن؟ ممتاز قوي. انا ممكن افك النيوتن بمنتهى البساطه. ازاي؟ الناس اللي نسيت النيوتن دي كانت بتقيس الفورس، والفورس بالنسبه لي ماس واكسلريشن، يبقى نيوتن تتفك كيلو جرام دوت متر بير سكند باور 2. ركزوا في النوع ده من الاسئله عشان بيتكرر كتير، وطبعا ورق المفاهيم اللي بينزل لكم بيكون ضعيف جدا، فبالتالي انت بتعتمد على حاجات كتير جدا تبقى انت فاهمها. طيب لو عوضنا مكان النيوتن هنا عندي الجول، ونفك النيوتن هنا بالنسبه لي هيبقى كيلو جرام دوت متر اوفر سكند باور 2. كل ده مكان مين؟ النيوتن. حلو. ومين هنا كمان؟ دوت متر. يبقى كده النتيجه عندي هتطلع في الاخر كيلو جرام دوت متر مع متر باور 2. كل ده اوفر مين؟ السكند باور 2. طبعا لو حد عايز يكتبها بطريقه الدايمنشن فورمولا يبقى كيلو جرام متر باور 2 سكند باور نيجاتيف 2. يبقى ببساطه
كده كام يونت عندي للورك؟ مبدئيا الجول، وايكويفالنت لنيوتن دوت متر، وايكويفالنت لايه برضو؟ لكيلو جرام دوت متر باور 2 سكند باور نيجاتيف 2. انا قصدت ان في الاول ان انا اتكلم معاكم على الورك بشكل سريع كده زي ما احنا شفنا، وفي نفس الوقت نبقى غطينا اغلب افكاره، لان الفيديوهات اللي جايه بتاعت البوتنشال والكاينيتيك مش هيكون فيها شرح كتير قد ما هيكون فيها حل كتير، لان فعلا البوتنشال والكاينيتيك هم صور تانية مختلفه للورك لا اكتر ولا اقل. يعني احنا تقريبا هننفذ القانون، بس الفرق ان هيطلع اشكال سبيشال شويه. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. ظبطوا اموركم بالدرس ده كده سريعا، وخليكم جاهزين في خلال ايام من دلوقتي هينزل لكم اقوى فيديو يعتبر لموضوع الانرجي، بحيث ان احنا نبقى قفلنا اليونت ده، وتبقى انتم ان شاء الله باذن الله جاهزين للامتحان بتاعكم في اي وقت. غير طبعا ان احنا هنهتم بالفتره الاخيره باسئله ومسائل اللي هي بتيجي منها اسئله الامتحانات، بحيث ان شاء الله باذن واحد احد تخلصوا الترم بتاعكم على خير وتنقلوا لتانية ثانوي ان شاء الله باذن الله وانتم مبسوطين. اشوفكم على خير يا اساتذه، مع السلامه.